سيدة حسناء تغوي الرجال في الليل. خير بداية الكلام السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحكاء، أقص الحكاية لجمع من الناس، وأتمنى يكون الجمع ده أنتم. مهتمية جدا بتشجيعكم ليا، وبالنسبة للنقد رجاء رفقا. النداهة، تعرفوها؟ أكيد سمعتوا عنها. أسطورة ريفية مصرية لست جميلة تظهر للرجال، بتغويهم لحد ما بتكفيهم. احنا النهاردة هنحكي عنها. لو حابب تعرف أكتر كمل معانا للحلقة. بيقولوا جنية، واللي بيقول لا دي روح غضبانة، أيا كان الاسم أو السبب. لكن الكل أجمع على حاجة واحدة، وهو إن وجودها أو سماع صوتها معناه نهايتك. بدأت اللعنة دي أوائل القرن العشرين. كان المزارعين بيقسموا لعائلتهم ولزوجاتهم إنهم شافوا ست جميلة وحيدة في ضلمة الليل بجانب مصرف من المصارف، تنده الواحد باسمه عشان بعدها يتبعها كالمسحور وبعدها يختفي. المحظوظ منهم هو مين لقوا جثته تاني يوم في المصرف، أما اللي اختفى خالص من غير أي خيط فده مصيره عذاب. ده اللي على حسب ما هما بيقولوا حبته النداهة وأخدته لمكانها لكهفها في مكان مظلم، هتقعد مع شهور لحد ما تزهق منه، وبعدها كلنا عارفين اللي بيحصل. ضحاياها بيقولوا كتير، واللي شافها ونجا قال أهوال، زي القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي دي. ده واحد من الناس اللي ربنا سترها معاه وفاق من سحرها قبل ما يقع المحظور. كان رايح فرح لقرايبه مع زوجته، اتأخر شوية، فقرر يعني يعدي من طريق قريب، طريق سريع وأسهل. بس للأسف الطريق ده كان في المصرف. طبعا زمان ما كانش في حاجة اسمها كهرباء، الكهرباء دي كانت موجودة بس في بيوت الأغنياء، وبالتالي كان مصدر الإضاءة الوحيد ليهم في طريقهم ورافقهم الوحيد هو ضوء القمر. فجأة سمع صوتها بتنده، بيقول أنا مش عارف إزاي اتسحرت. لا إراديا بقى بيتجه لصوتها، ولولا إن زوجته كانت جنبه اللي صرخت وفوقته كان زمانه اختفى. ساعتها بس إن نداها وقفت من غناها وبصت للزوجة وقالت لها خدي بالك، انت مش هتبقي معايا كل يوم، في الآخر هيكون ليا. أصل أسطورة النداهة، زي ما بيقولوا كده في الأمثال المصرية، مفيش دخان من غير نار. يبقى أكيد مفيش أسطورة إلا لما يكون ليها بداية وقصة وأصل. بدايتها عندنا مع بنت مصرية بسيطة في إحدى القرى المصرية، من شدة جمالها وقف في حبها كل من شافها وتقدموا لها، بس هي كانت بترفض. الرفض ده ربى في قلوبهم غيرة وحقد. بيقولوا إن هي لما تقدم لها واحد ووافقت عليه، قدروا الشباب دول إن هم يمسكوها ويقتلوها في الليل ويرموها في إحدى المصارف الزراعية. وتاني يوم لما لقوا جثتها معرفوش مين قتلها، فاتدفنت على كده. بس هي ما سكتتش، فضلت في نفس المكان بتظهر كل يوم، تسحبهم واحد ورا التاني لحد ما قتلتهم ورمتهم نفس الرمية. ومن ساعتها أي حد بيختفي في أي قرية بيلبسوها في النداهة، حتى ولو كان واحد ميت سبب طبيعي، ميت غرقان عادي، أو حتى لو ميت جريمة قتل، بيلبسوها دايما في النداهة. طب هو معقول النداهة دي مش موجودة غير في مصر بس؟ لا، هي طبعا موجودة في ثقافات تانية كتير، بس باختلاف الأسماء. عندنا مثلا في الثقافة الخليجية عندهم أسطورة شبيهة بأسطورة النداهة واسمها أم دويس. في المغرب طبعا اسمها عائشة قنديشة، وأعتقد من محبي الدراما المصرية أكيد شافوا عائشة قنديشة في الكبريت الأحمر، أعتقد كان الجزء التاني. أما في اليابان فإحنا عندنا نفس الأسطورة بس تحت اسم ذات الفم الممزق، ده غير طبعا ليورنا، الفيلم الشهير اللي احنا كلنا اتفرجنا عليه. معظم الأساطير دي كانت حاجة واحدة بس هي اللي بتجمعها، وخصوصا في مجتمعنا العربي، وهي الرجالة اللي بتروح للرذيلة. وبالتالي كانت دايما
الأساطير دي بتنتشر عندنا للبعد عن الحرام والرذيلة. أما بالنسبة للأعمال الفنية فطبعا ما نقدرش نغفل أبدا أسطورة النداهة لأحمد خالد توفيق، واللي اتعملت كحلقة لمسلسل ما وراء الطبيعة. كانت حلقة رائعة جدا، اللي ما شافهاش أنصحه إنه يشوفها. ده غير طبعا إن كان فيه مسلسل هو قديم شوية اسمه أبواب الخوف، وكان فيه حلقة للنداهة. نصيحة مني، لو بتخاف شوف الصبح. أما بقى بالنسبة لفيلم النداهة للجميلة الرائعة الراحلة ماجدة، فهو استخدم فقط جزء من الأسطورة في أول الفيلم، مش الأسطورة كلها. وده كان بيظهر فقط التقاليد والعقائد الموجودة في القرى والريف المصري. في ناس بيقولوا إن اللي قابلوها ولسه عايشين اتجننوا، وفي ناس تانية بتقول إن ماتوا دي صدفة، يا مات متزحلق يا وقع، أو إنها حجة ورا جرايم قتل كتير. يا ترى أنه صح؟ انتوا ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم ومستنياكم الحلقة الجاية. خير الختام السلام.